أهدى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى الإنجاز الرياضي الذي حققه منتخب البحرين لألعاب القوى إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة فوز البحرين بالميدالية الذهبية والفضية في سباق 10,000 متر رجال والميدالية الفضية والبرونزية في سباق 5,000 متر سيدات، وذلك في اليوم الأول من البطولة العربية 18 لألعاب القوى للرجال والسيدات التي تستضيفها دولة قطر الشقيقة، منوها سموه بالرعاية الملكية الكريمة التي تحظى بها الحركة الرياضية في المملكة من لدن جلالته، التي كان لها الفضل الأكبر في تحقيق البحرين إنجازات تاريخية في العديد من بطولات ومسابقات العالم الرياضية. وأعرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عن تهانيه إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، مشيدا بدعم سموه ووقوفه إلى جانب أبناء الوطن وتشجيعهم ودعمهم لتحقيق مزيد من النجاحات والبطولات المحلية والعالمية، منوها سموه بعطاء لاعبي ولاعبات المنتخب وحرصهم على رفع اسم مملكة البحرين في هذا المحفل الرياضي العربي.